ركز معايا كويس جدا لاني هتكلم النهارده معاك عن تفصيله تخص زيت المحرك. هو ليه زيت المحرك بيتغير لونه بعد فتره من تغييره من اللون البني الفاتح اللي قدام منك في الصوره ده للون ده؟ شايف اللون ده؟ ليه الزيت بيتحول من اللون ده للون ده بعد بقى 2000 كيلو، بعد 5000 كيلو، بعد 10000 كيلو؟ ليه اصلا التغيير ده بيحصل؟ وهل التغيير ده طبيعي انه يحصل؟ انا عايز اطمنك وعايز افهمك، فركز معايا. مبدئيا طبيعي ان الزيت يتحول للون الغامق، ركز في الكلام. طبيعي انه يتحول للون الغامق، يعني حضرتك بتحط الزيت في بدايته وهو لسه خارج من الجيركن جديد بيبقى بني فاتح، ثم بالتدريج بيبقى بني غامق الى انه يوصل في نهايه الغيار بعد 5 أو 10000 كيلو انه يبقى اخر درجه من درجات البني الغامق. ده في العربيات الجديده والمتوسطه اللي هي مثلا موديلات مثلا من 2010 وانت طالع، العربيات اللي الكيلومتر بتاعها مش عالي قوي، العربيه اللي القياده بتاعتها مش عنيفه قوي، ده الطبيعي انه يغمق في درجاته. ليه ده بيحصل؟ لانه احد وظائف الزيت هو غسيل المحرك. زي ما حضرتك كده بتيجي تغسل تي شيرت او بتغسل بنطلون ليك في غساله وبتحط البرسيل او المسحوق بتاعك، لو جيت بصيت على المسحوق ده وهو خارج في الصرف بتاعه هتلاقي لونه اغمق. ده طبيعي، الزيت كذلك الحال. طب ايه السبب اللي بقى هنا؟ بقى احنا بنتكلم عن مشكله مش بنتكلم عن الطبيعي. ايه السبب اللي يخلي حضرتك تحط الزيت من هنا وبعد اسبوع اسبوعين تلاقي الزيت بقى اسود؟ ودي حالات كتير انا بشوفها وبتجيلي المركز. ايه بقى السبب؟ السبب مش سبب واحد، السبب 3. ركز بقى معايا. اللي يخلي حضرتك تلاقي اللون بتاع الزيت بقى كده بالسواد ده واغمق كمان من كده بعد اسبوع 2 3 بعد 1000 2000 كيلو، هو انه عندك احتمال من 3 زي ما قلت. اول احتمال ان يكون في عندك تهريب في شمبر البستم. لو الشمبر بتاع البستم فيه مشكله ده بيخلي ترسبات الكربونيه تهرب للزيت الى الاسفل، فحضرتك لما تيجي تبص على مقياس الزيت ترفعه تلاقي الزيت بقى اسود. ده حله انك بتغير شمبر، انتهينا. تاني سبب ان يكون عندك مشكله في دوره التبريد، الموتور بتاعك بيسخن باستمرار نتيجه بقى سدد في رادياتير، نتيجه مشكله في طلمبه ميه، المهم انه في مشكله في دوره التبريد. فنتيجه مشاكل دوره التبريد اللي عند حضرتك في المحرك بالبلدي الزيت بيتحرق. ليه بيتحرق؟ لانه بيعمل تحت درجات حراره عاليه جدا جدا جدا، فاحنا بالبلدي بنقول عليه انه الزيت اتحرق، فبيسبب اللون الاسود اللي انت شايفه قدام منك ده. السبب رقم 3 طبعا. السبب رقم 2 ده انت بتشوف مشكلتك فين في دوره التبريد وبتعالجها، زي ما قلت كانت في الرادياتير، كانت في طلمبه ميه وبتعالجها. السبب رقم 3 وهو السبب الاخير انه يكون عندك ترسبات كربونيه شديده جدا 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 داخل المحرك، وفي نفس الوقت وجود الزيت داخل محرك مليء بالترسبات الكربونيه ده سبب كفيل يخلي حضرتك بعد اسبوع او 2 تلاقي الزيت بقى بالشكل ده او باللون ده، رغم ان هو انت حاطه جديد بني فاتح تحول الى الاسود الغامق في خلال اسبوع او 2. يبقى احنا كده اتكلمنا عن إيه؟ انه تحول اللون بسرعه من البني للاسود، ولكن الطبيعي انه يبقى بني فاتح في بني غامق في بني اغمق شويه اللي هو في نهايه الغيار. ده الطبيعي، ده الريتم الطبيعي، انه لازم الزيت. ما هو بص خدها قاعده، الزيت لو انت حطيته في بدايه الغيار نزل في نهايه الغيار زي ما هو بنفس درجه اللون البني الفاتح، الزيت ده ما اشتغلش، الزيت ده مضروب. خدها مني ثقه ودور ورا مني زي ما تدور واسال زي ما تسال. الزيت لو حطيته في بدايه الغيار نزل زي ما هو في نهايه الغيار، الزيت ده بايظ، الزيت ده ما عملش وظيفته، ما اداش وظيفته. لان زي ما قلت احد وظائف الزيت انه بيغسل، ده مش بيغسل بس، ده بيغسل وبيبرد وبيزيت. تزييت، غسيل، تبريد، لانه برضه بيبرد قلب الموتور عن طريق انه بيقلل الفريكشن او الاحتكاك بين المعادن الداخليه. تمام كده؟ فمش هطول عليك اكتر من كده، انا قلت لك الاسباب وقلت لك ايه الطبيعي وايه اللي مش طبيعي، واللي مش طبيعي اسبابه ايه وتعالجها ازاي. بس
اتمنى ما اكونش طولت عليك. سلام عليكم.